رايح الأقصر. 11 ساعة سفر بالقطر. الناس الطيبين دول طمنوني ان الجو هناك حر جدا. بصراحة الفيو رهيب. شيء وحش ان مفيش سياحة، مفيش زحمة، يعني مفيش سياحة يعني. ممكن دي يمكن من المرات القليلة اللي عملت فيها حاجة زي ليست كده بالحاجات اللي انا المفروض اخدها معايا. حلوة جدا، فكرتني بحاجات انا كنت هنساها وش. فخليني اوريكم من الحاجات اللي انا هاخدها معايا. المفروض ان دي الحاجات اللي انا هاخدها معايا. يعني مش عارف هل هي كتير ولا شوية، I don't know، بس دي الحاجات اللي انا محتاجها معايا. اوكي much better. طب دلوقتي رايحين نركب القطر، رغم ان انا طالع بدري مثلا ساعتين ولا حاجه، الا ان انا خايف القطر يفوتني. قرب بس الكاميرا عشان الصوت يبقى واضح. وانا وصلت المحطة هنا قبل القطر بساعة، والناس الطيبين دول طمنوني ان الجو هناك حر جدا. يا عم الجو ده حلو. فربنا يستر يعني. وانا اللي عامل حسابي هنلف بقى واخد لي جولة كده في الأقصر. فربنا يستر يعني. Thank God. This is my seat. مالي حاجاوي الجلال الجناوي، رخيصة قاوي الجلال الجناوي، جرب حدنا وفوت كل الدياش. وصلنا الأقصر الحمد لله. يعني خدت 12 ساعة. 12 ساعة عدوش كده خالص. كانوا 12 ساعة طوال جدا. سبعة وتلاتين. ميعاد الغداء امتى ان شاء الله؟ The idea of food اصلا دلوقتي just makes me happy. فخلينا نريح شويتين. اتغديت ونمت شوية حلوين. الجو حر جدا سبحان الله. يعني في نسمة هوا بس الجو برضو حر. فهحاول بقى اروح اطلع على النيل كده، اتمشى شوية، اشوف الدنيا عاملة ازاي. يلا بينا. المنظر جميل يعني. خد لك ساعة كده. الجو حر بس المنظر جميل. Let me show you. سؤال مهم بصراحة. الفيو رهيب رهيب. يعني الكاميرا ممكن ما تكونش جايبة 50% من روعة المشهد يعني. اوكي. انت بتعمل فلوجز ليه؟ انا ما بستفيدش اي حاجة من الفلوجز بتاعتك. هو انا ايه اللي بستفاده لما امشي معاك في يومك، في مواصلاتك، في حياتك يعني؟ ديت نوعية كومنتس بدأت تظهر على الفلوجينج تشانل. يعني دي كانت مفهومة قوي لو كانت على قناة دروس اونلاين، مفهومة يعني قناة دروس اونلاين educational channel. طب ديت قناة فلوجينج. والسؤال الاهم، هل اصلا المفروض يكون في فايدة من الفلوجز؟ يعني مين اللي قال ان الفلوجز لازم يكون لها فايدة؟ يعني مين اللي حط الرول ده؟ وهل في اصلا قواعد للفلوجز او للفلوجينج؟ مش عارف. في كومنت من اخونا ABC، يعني هو ما قالش اسمه يعني عشان كده ABC، اسمه ABC. لا احمد، احنا بنتابع عشان نتعلم مش عشان تحس انك توم كروز واحنا مالنا بكل اللي حصل. يا ريت تكون حاطط ده في اعتبارك. انت بتلزمنا ان احنا نسقف لك في كل خطوه، فلو كده وشويه نقط. هو يعني يمكن انا ما عملتش فيديو بوضح فيه انا ليه بعمل فلوجز على القناه دي، على الشانل دي، فعلشان كده احتمال يكون الكومنت ده او نوعيه الكومنتس دي جت. لكن لو كنت لاحظت الفيديو اللي انا عملته على قناه دروس اونلاين، انا ليه اصلا هعمل فلوجز،
يعني كذا سبب، واوله يعني واهمهم بالنسبه لنا هو توثيق حياتي، بدوكيمنت حياتي. ليه بقى؟ والله حاجات كتيره جدا. يمكن انا ما عنديش ذكريات من الطفوله، ما عنديش صور من الطفوله، فعايز اعوض الموضوع ده في اللي باقي. كمان ممكن يعني حاجه زي دي اما تشوف حاجه زي دي ما تحبش تشاركها مع حد. التجارب اللي انا بمر بيها، الحاجات اللي انا بتعلمها، الحاجات دي بتيجي مع الوقت. يمكن ديت فلوج رقم 6 أو 7، فما تتوقعش ان الواحد هيبدأ توب ليفل فلوجر. لا، الواحد بيتطور مع الوقت. takes time man. فالكل الناس اللي شايفة ان الفلوجز مش مهمة او انا ايه اللي بستفاده، يعني ما تتفرجش. يعني انا والله مش قصدي حاجة، بس يعني ريح نفسك ما تتفرجش. ولكل الناس اللي بتشجعني جدا والكومنتس الرهيبة اللي بشوفها في الفلوجز، thank you guys, you rock. فيا الجو بدأ شوية تروت ما شاء الله. اوكي، ما رحناش برضو المعابد والحاجات الأثرية اللي هنا. أتمنى إنهم يكونوا حاطين في البروجرام بكرة إن احنا نروح الحاجات دي. أحمد مهندس أحمد حشمت هو اللي معايا بقى في الأقصر هنا. التور السياحي انا تور جايد. احلى حاجه هنا ان البلد ما فيهاش زحمه. هو ده يعني شيء كويس شيء وحش. شيء كويس لينا ما فيش زحمه، بس شيء وحش ان السوق السياحي. السوق السياحي اللي فيه بقى الحاجات السوفونيرز اللي ممكن تاخدها للناس. ان شاء الله ممكن نيجي بكره يعني، فخلينا اشوريكم الموضوع. الاقصر بلدنا على الخرطة، ينحط من تحتها شرطة. الاقصر بلدنا على الخرطة، ينحط من تحتها شرطة. شايفين مكانها ما بين جيرانها، شايفين مكانها. انا مش عارف الكهرباء اللي بتقيد الكوبس اللي بإيد السقف فين، فبدور عليه. very bad design, very bad design. مش عارف الكهرباء فين، يعني بيقول لي ما بين السريرين. طب ما بين السريرين فين يعني؟ وانا مش شايف اساسا اي لمبات في السقف، فمش عارف يعني هينور ازاي ولا هيعمل ايه ولا. ممكن دي. طيب هو غالبا ده النهاية بتاع الفلوج النمبر 1 بارت 1، لان هيبقى فيه 2 بارتس عن رحلة الأقصر. بكرة إن شاء الله ناخد يوم الإيفنت والرجعة والكلام ده كله. أنا كنت تعبان جدا وأنا جاي جدا، حتى أنا بسأل نفسي يعني أنا إيه اللي جابرني إن أنا أسافر 12 ساعة وأجي والكلام ده كله. بس افتكرت إيه اللي جابرني لما شفت روعة وجمال المكان هنا. الأقصر للأسف يعني من الكنوز المفقودة في مصر، تلت آثار العالم إن شاء الله بدون مقاطعة. يعني في الشتاء لازم اجي اقعد هنا شويه حلوين، نلف بقى الاقصر والكلام ده، لان الحاجات هنا جميله جدا جدا، والناس لطاف بطريقه غريبه يعني. فان شاء الله باذن الله لينا رجعه تانية في الاقصر في شهر 1 أو 2 اللي هي شهور الشتاء القارس يعني باذن الله. اوكي جايز، ما تنسوش تشوفوا الفلوج التاني ده، فلوج بارت 1. في بارت 2 اللي هو يبقى فيها الايفنت بقى، يعني اليوم ده كان استكشاف كده للاقصر، وان شاء الله الجزء الثاني فيه اليوم الثاني. اوكي جايز، سلام.